من كتر الغرابة والرعب اللي في القصة دي ممكن تقول إن القصة دي من تأليف شخص وما تصدقش القصة، لكن كل حرف في القصة دي حصل فعلا، وتعتبر من أكتر القصص غرابة اللي حصلت في عمره. واحد اسمه أحمد العمري خرج مع اتنين من أصحابه زي ما متعود من كل يوم. خرج معاهم وكان راكب عجل، وبيفضلوا يلعبوا بالعجل بتاعهم لحد ما الدنيا تبدأ تضلم ويرجعوا تاني للقرية. وفي يوم خرج زي ما متعود هو وأصحابه، وراحوا لجبل اسمه جبل مدر الجبل. والجبل ده منتشر عنه حكايات وأساطير من أهل المنطقة، إنه جبل مسكون بالجن وأي حد بيدخله ما بيرجعش تاني. وأول لما وصل أحمد ووقف هو وأصحابه بعيد عن الجبل، بص عليه وقال لهم: هو ده بقى الجبل اللي بيقولوا عليه إنه مسكون بالجن؟ طب إيه رأيكم نعمل تحدي ونروح ندخله ونثبت لهم إن كل الحكايات دي تخاريف؟ وأول لما قال لهم كده وش أصحابه بان عليه الخوف والرعب، وقالوا له: لا يا أحمد، الجبل فعلا مسكون ومحدش بيدخله وبيرجع تاني، احنا لازم نرجع البيت حالا قبل ما الدنيا تضلم. فرد عليهم أحمد بكل ثقة وتحدي وقال لهم: عايزين ترجعوا انتوا ارجعوا، أنا هدخل وهرجع وحثبت لكم إن مفيش أي عفاريت ولا جن جوه الجبل. وفعلا صحابه رجعوا لأنهم كانوا خايفين جدا وما عندهمش استعداد يدخلوا في مغامرة مش عارفين نتيجتها ايه. سابوا أحمد يدخل بعجلته جوه الجبل. رجعوا أصحابه بيتهم ومحدش فيهم قال حاجة عن اللي أحمد عمله، وفضلوا مستنيين ساعة واتنين ولسه أحمد مرجعش البيت. والساعة جت 11 بالليل ولسه مرجعش، وأهل أحمد مش متعودين إنه يتأخر بالشكل ده. راح أبوه سأل زمايله فقالوا إنهم ما يعرفوش عنه حاجة. ولما الأب اتنرفز وزعق فيهم خافوا وقالوا الحقيقة إن أحمد دخل جبل الجن. والأب ساعتها انهار، وأهل القرية كلهم اتجمعوا وعرفوا الحكاية، وقرروا إن 80 راجل يخرجوا بالمشاعر يدوروا عن أحمد. العدد طبعا كان قليل جدا، مستحيل يقدروا ينتشروا ويدوروا في كل المنطقة. ووصلوا للجبل بالمشاعر وفضلوا يدوروا حوالين الجبل من غير ما يدخلوا جوه لحد تاني يوم. مفيش أي أثر لأحمد غير العجلة بتاعته اللي لقوها مرمية عند مدخل الجبل. الأب كان متدمر وعمال يبكي على ابنه، والأم نفس الكلام. وأهل القرية قالوا للأب إنه مستحيل يقدروا يدوروا جوه الجبل وإنه لازم يبلغ الشرطة. وفعلا جت الشرطة ومشطت الجبل كله وملقوش أي أثر لأحمد. فالشرطة قالت إنه ممكن يكون دخل أي كهف أو مغارة وطلع من الناحية التانية، وجابوا هليكوبتر علشان تمشط المكان بالكامل، لكن من غير فايدة. أسبوع كامل بيدوروا عن أحمد من غير أي أثر، هل هو عايش ولا ميت؟ ولو ميت فين جثته حتى؟ وهنا الشرطة استعانت بالجيش العماني، وجه أكتر من 150 فرد من الجيش وفضلوا أسبوع يدوروا والنتيجة زي ما هي. وبعد كده جابوا واحد بيقول عليه قصاص للآثار، وده واحد له خبرة في تضاريس الجبل وبيقدر يدور على آثار الأقدام. وخدوه وراحوا عند مكان ما لقوا العجلة وقالوا له: شوف أي أثر لأحمد. فقال القصاص إن أحمد وقف العجلة ونزل منها واتحرك من مسافة، وكانت خطواته سريعة كأنه خايف من حاجة. ورجع مرة تانية للعجلة بنفس السرعة، لكنه موصلش للعجلة قبل ما يوصل انقطعت خطوات، وكأن شيء رفعه عن الأرض فجأة. والمعلومات اللي قالها القصاص نشرت الخوف والرعب في عمان كلها وعملت ضجة كبيرة. الشرطة والجيش انسحبوا وبطلوا يدوروا، وأهل أحمد سيطر عليهم اليأس في إنهم يلاقوا ابنه، فجابوا شيخ زي ما بيقولوا عليه وإنه رجل صالح، لكن في الحقيقة هو دجال. المهم جابوه وراحوا بيه عند موقع الجبل، فبدأ يعمل حاجات غريبة ويقول تعاويذ ويتنطط زي الجن. وفجأة قال لهم بسرعة يقولوا اسم ابنهم واسم الأم وأبو الولد. عمل كده ورجع تاني الدجال يعمل حاجات غريبة، وقال لهم اللي صدمهم كلهم، قال لهم إن بيدوروا في المكان الغلط وإن ابنهم مش في الجبل أصلا. قال لهم إن ابنهم دلوقتي راكب عربية سودا مع مجموعة أشخاص في مكان ما. فراح الأهل للشرطة بسرعة يبلغوهم باللي حصل. فالشرطة راحت للمكان اللي وصفه الدجال، وفعلا لقوا العربية ولقوا الأشخاص اللي قال لهم عليهم الدجال، ومعاهم طفل صغير. وعرفوا إن الطفل اسم أبوه العمري، لكن لما سألوه إنه من قرية العيون قال لهم لأ. فشكوا في الناس اللي معاه وإنه ممكن يكونوا مشربينه حاجة وخاطفينه. وراحوا للقسم وجابوا أهل أحمد وقالوا إنه مش ابنه. واللي حصل ده معناه إن الدجال استعان بالجن عشان يساعدوه ويدوروا على ولد بنفس مواصفات أحمد. والأهل ما سكتوش على كده، لأ، جابوا
الدجال تاني وراحوا للجبل وعمل نفس اللي عمله، والمرة دي قال لهم على مكان تاني يروحوه وما طلعش هو، وابتدى يدخل في الموضوع دجالين تانيين، وكل مرة يقولوا الولد في مكان شكل ويروحوا وما يطلعش هنا. وفي المرة اللي قالوا فيها إن أحمد في مدينة مسقط راحوا فيها المهرجان كان معمول هناك، عشان حد من الدجالين قال لهم إنه هناك لقوا أخوه هو اللي هناك مع أصحابه عشان يخرجوه من حالته النفسية السيئة اللي كان فيها. ومش كده وبس، الدجال قال إن أحمد أخوه قتله ورمى جثته في بيار اللي هي المجاري، فالشرطة حجزت أخو أحمد وراحوا للمكان بس ما لقوش أي أثر لحاجة، فتم إخلاء سبيل أخو أحمد. وفي دجال جابوه ودخل جوه الجبل و3 ساعات كاملين، وخرج يقول لهم كلام غريب ومرعب. قال لهم إن ابنهم عايش، لكن بنات الجن خاطفينه، وواحدة من بنات الجن حبت الولد ورافضة ترجعه تاني، وهو مربوط بشعرها الطويل جدا وعمال يصرخ، والموضوع هياخد وقت كبير عقبال ما يبقى. الأهل خافوا جدا وسألوا الدجال عن المكان اللي ابنهم موجود فيه، قال لهم موجود في مكان تحت الأرض. الأهل طبعا ما مسكوش نفسهم وكانوا عاوزين يدخلوا الكهف اللي جوه الجبل، لكن الدجال وقفهم وقال لهم إنه مستحيل حد يوصل لمكانه لأنه مكان سري صعب توصلوا له. فقالوا له والحل هنفضل ساكتين كده؟ قال لهم الدجال إنهم يذبحوا ذبايح كتيرة، لأن في عمان عندهم معتقد إن لما حد يخطفوا جن فيذبحوا ذبايح ويسيبوها كأكل للجن زي إنهم بيرضوا الجن. فعلا ذبحوا، كل أهل القرية ذبحوا، لكن من غير فايدة. الدجال قال لهم إن الجن رافض يطلق سراح ابنهم، والأهل خلاص يئسوا من إن ابنهم يرجع واعتبروا ابنهم مات وصلوا عليه صلاة الغائب. طب هل كده القصة خلصت؟ الحقيقة لأ، لأن بعد 4 شهور من الاختفاء جت عاصفة رملية قوية جدا على القرية، وبعدها حصل إنه كان في نحال اللي هو بيجمع العسل من خلايا النحل في المناطق الصحراوية ومن الجبال، كان بيدور على العسل الجبل. المهم وصل للجبل وطلع عليه، وبالمناسبة هو ما كانش من أهل القرية ولا يعرف عن الحكايات والقصص اللي بتتقال عن الجبل. وصل لقمة الجبل وهنا لقى بقايا لموبايل زي بطارية لوحدها والشاشة مكسورة. أخدهم وفضل يدور حوالين الجبل، وهو بيدور لقى فتحة في نص الجبل، ولما وصل اكتشف إن الفتحة دي بتنزل لباطن الجبل لمسافة 90 متر. النحال نزل ولقى خيال كده لحد كأنه نايم، وتهيأ ليه إنها جثة لكن مش شايف كويس، ولما نزل لتحت طلعت جثة فعلا، واكتشفوا بعد كده إنها جثة أحمد العمري. يعني اللي حصل إن أحمد نزل من عجلته وفضل يتجول في الجبل وطلع لحد قمة الجبل وما خدش باله من الفتحة ووقع فيها، وإن الحكاية ملهاش علاقة بالجن خالص، ولا كان مخطوف ولا في بنات جن عشان. في التلفزيون العماني والصحف نشروا عن حقيقة الموضوع وكسب الدجالين، وكشفوا كل العرافين اللي كانوا بيلجأوا ليهم الأهالي وإنهم شوية كذابين ونصابين. في النهاية ده كان مصير أحمد العمري، تتلخص حكايته في الفضول الذي قتل صاحبه. هل تعتقد إنه كان فعلا مخطوف من الجن، ولا فعلا هو وقع لوحده من فوق الجبل؟ اكتبولي تحت في الكومنت، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.